نتعرف على حضرتك؟ سمير محمد خليفة، مدير عام سابق بجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. استاذ سمير، حضرتك جاي النهارده في شم النسيم قناة السويس الجديدة، اشمعنى اخترت النهارده تحديدا؟ أنا جيت من تاني مرة أجي، جيت من حوالي 7 شهور. النهارده ما كانش فيه مية، كان فيه تراب وكان فيه حفرات. النهارده أنا شايف المية زي ما أنت شايف، وفي مراكب والمعدات شغالة. ده دليل على إن العمل بيجري على قدم وساق. تقول ايه للشعب المصري من هنا من قلب قناة السويس الجديدة، وتقول ايه للسيد رئيس الجمهورية صاحب هذا القرار؟ أقول لهم افخروا ببلدكم، افخروا بإنشاءاتكم، افخروا بحضارتكم. دي حضارة، ده إنشاء حضارة، إنشاء مجتمعات جديدة، خلق فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة. بشكر الرئيس السيسي على قراره وعلى تنفيذ بسرعة. احنا ما عندناش رفاهية الوقت إن احنا نستنى ندرس، احنا بننفذ. ده اللي احنا عايزينه عشان نلحق بالركب التقدم بالحضارة التكنولوجي الحديث. انت جايب اولادك النهارده والاسره الكريمه؟ بأولادي وأحفادي، ودي تاني مرة، بس بغير بقى عشان العربية بجيب جزء وجزء تاني. كلمة أخيرة نقول تحيا مصر.